محمد، فعرفوا إن هو خرج مع أبي بكر الصديق في الغار. فسأل أبو جهل ستنا أسماء: أين أبو بكر الصديق؟ قالت: لا أعلم. فضربها أبو جهل. الضربة كانت شديدة جدا لدرجة إنه القرط بتاعها، يعني الحلق بتاعها، وقع من وشها وجرح ودنها، ومع ذلك لم تخشى بطش أبو جهل، وأصرت على إن هي تكتم خبر أبوها مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف الثاني لما جدها، وده العامل النفسي، ده الإسلام الفعلي والحقيقي. لما أجي أشوف الهجرة مش مجرد انتقال من مكان لمكان وانتهت القضية، لا، الرد الفعل النفسي عندها لما جدها جه يسألها: ماذا ترك أبوكم لكم؟ فكان جدها كفيف أعمى، فأخذت يده ووضعت يده على الأحجار بدعوى إن الأحجار دي هي المال اللي تركه أبوها لهم، فهدأ واستقر واستكان. ومع ذلك كانت بتحمل الطعام وتذهب بتصعد إلى الجبل، تنزل كل يوم مرتين ثلاثة علشان تذهب بالزاد إلى أبيها وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أتم الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بمعجزة أخرى لما كان سائرين في الطريق ما بين مكة والمدينة، عندئذ علم سراقة بن مالك بأن قريشا جعلت جائزة لمن يجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يأسره أو يقتله، وهذه الجائزة هي 100 ناقة. عندئذ أخذ سراقة، وكان فارسا جوادا، فأخذ فرسه وسار في الطريق الذي قيل له وهو طريق الساحل. عندئذ لما اقترب من النبي ومن أبي بكر فعلم أنهما، عندئذ لما أراد أن يقترب أكثر أحدث الله معجزة، فتكبت فرس سراقة بن مالك فانكبت على الأرض ووقعت، ثم أخذ يزجرها وأخذ يشتد عليها حتى تقف الفرس، ولكن كانت معجزة من الله تعالى حتى يصون النبي من أي أذى. عندئذ علم سراقة أن ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد ادعو ربك حتى يفك عنا ذلك الأمر. عندئذ دعا الله تعالى ففك عنه أمره، فأراد سراقة أن يتم ما يريد وأن يلحق بهما. عندئذ سقطت الفرس على الأرض وانساخت في الأرض وانغرزت حتى الركبتين. عندئذ أدرك سراقة أنه ليس بمدرك إياهما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني أعلم أن ذلك من دعائك يا محمد، فادع الله لي ولا أصيبك ولا أخبر أحدا من الناس بذلك الأمر. عندئذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم ففك أمر سراقة وقامت فرسه. ثم كانت معجزة أخرى أيضا لسراقة بن مالك، وهذه المعجزة هي أن الله تعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لسراقة أن الله سوف يجعل له أساور كسرى، أي أن سراقة سوف يدخل الإسلام وسوف يكون مع المسلمين أيام فتح بلاد فارس، ولما يسقط إيوان كسرى ستكون الأساور التي كانت لكسرى ملكا لسراقة. ولذلك سبحان الله تعالى كانت هذه معجزة جليلة للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة عظيمة أنبأ بها سراقة ابن مالك، وهو ما حدث بعد ذلك، وهو ما يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق دعوته. ثم أكملوا الطريق حتى ابتعدوا عن مكة، وكانوا ما بين الطريق بين مكة والمدينة. ثم اقتربوا من خيمة كانت لامرأة جوادة كريمة تدعى أم معبد، وكانت أم معبد تعيش في هذه الأرض وفي هذه البلاد مع زوجها أبي معبد، وكانت تكرم المارين والعطشى وكل من يريد شيئا كانت تعطيهم. ولما اقتربوا من خيمة أم معبد كان العطش قد اشتد بهم وبلغ بهم مبلغا عظيما. عندئذ اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أم معبد وقال لها: ألديك شيئا نشربه؟ فقالت: ما عندي شيء. وكانت سنة شديدة الجفاف، وكانت لها شاة عجفاء كانت هزيلة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أم معبد أهذه الشاة فيها لبن؟ فقالت: ما بها شيء. فقال النبي: دعيها لي. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة
ثم وضع يده الكريمة على الشاة، ثم أخذ يدعو الله تعالى أن يبارك في الشاة، فامتلأت ضروعها وامتلأت الشاة باللبن. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بأوان، فحلبوا الشاة ونزل لبن ما رأوا من قبل، فدهشت المرأة كيف لهذه الشاة العجفاء أن تخرج هذا اللبن. فكان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرب أبو بكر، وشرب رفاقهما، وشربت أم معبد، وامتلأت أوانيها باللبن. ثم غادر النبي خيمة أم معبد وواصل سيره في الطريق إلى المدينة. ثم جاء زوج المرأة وهو أبو معبد، ففوجئ لما وجد اللبن في الخيمة، ثم وجد أن الشاة الهزيلة قد امتلأت باللبن وقد زادت وسمنت. عندئذ قال لها: ما الأمر يا أم معبد؟ فقالت له: لقد جاءنا رجل مبارك فبارك هذه الشاة وجاء منها بهذا اللبن الذي تراه. فقال لها: صفيه لي يا أم معبد. فأخذت المرأة، وكانت امرأة حصيفة بليغة، كانت تتقن اللغة سبحان الله، فقالت في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا عظيمة، هي ربما من أعظم الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك امرأة أخرى ذهبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أبي بكر إلى المدينة المنورة وقبل المسلمين كلهم، كانت من أوائل المسلمين الذين ذهبوا إلى المدينة المنورة هي وزوجها ليكونوا في تهيئة واستعداد لتهيئة الأجواء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين القادمون إلى المدينة المنورة. كانت تلك المرأة هي أم سلمة زوجة أبي سلمة الذين كانوا من أوائل المهاجرين إلى المدينة. ذهبت لتهيئ الأجواء لإخوانها المسلمين، وكانت معها ليلى وكانت معها أم منيع. كل هؤلاء النساء ذهبن في مقدمة النساء الذين ذهبن إلى المدينة المنورة لتهيئة الأجواء للمسلمين الجدد ولنشر الإسلام بين النساء في المدينة ونساء الأنصار في المدينة. فكانوا يقوموا بتجهيز المكان وتهيئة الأجواء والدعوة ونشر الدعوة بين أوساط أهل المدينة. هناك امرأة أخرى كان لها دور كبير جدا جدا في الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة وهجرة المسلمين إلى المدينة المنورة. تلك المرأة هي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس ذهبت بداية إلى الحبشة في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية وعاشت فيها فترة طويلة جدا، ثم هاجرت إلى المدينة المنورة. أسماء بنت عميس لم تكتفي بالهجرة، ولكن كانت تنظر حولها لترى ماذا في هذه البلاد مما ينفعنا كأمة إسلامية تؤسس دولة، لكي تأخذ هذه الأشياء الجميلة من هذه البلاد وتنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين في بلدهم الجديدة ليكونوا مجتمعا مشرفا وأمة مسلمة تشرف بدينها وبعملها وبفعلها. رأت هذه المرأة في بلاد الحبشة أن النساء حينما تموت توضع في ما يشبه التابوت وتدفن فيه. أما المرأة عند الإسلام أو عند المسلمين كانت توضع على خشبة شأنها شأن الرجال، ويكون جسدها مكشوف أو مفصل وينقلها الرجال على أكتافهم إلى أن يدفنوها. فقالت للسيدة فاطمة الزهراء أنها رأت هذا في الحبشة وعملت لها نموذج كما نقول نحن الآن ماكيت عملي أمامها بالحصير وبالطين، وأرتها كيف يكون التابوت الذي تدفن فيه أو توضع فيه المرأة وتنقل إلى مكان دفنها إلى مقبرتها، ويضع فوق هذا التابوت غطاء فيغطي جسد المرأة ولا يراها أحد. فكانت السيدة فاطمة الزهراء قالت لا، أن هذه الفكرة فكرة جميلة جدا وأريد أن أكون أول امرأة تدفن في هذا التابوت أو توضع في هذا التابوت. وبالفعل جهزته أسماء بنت عميس لفاطمة الزهراء ووضعته. فكانت أسماء بنت عميس هي المرأة التي نقلت نقلة نوعية في طريقة دفن المرأة في الإسلام أو عند المسلمين عموما في هذا الشأن. لابد أن نعرف أننا نستفيد دروس كبيرة جدا من المرأة. فالمرأة تشارك مشاركة فعالة ومشاركة إيجابية في كل ظروف الحياة، ولا يمنعها سنها الطاعن في السن أو كبر سنها ووهن عظمها من المشاركة الفعلية في رفعة الإسلام والمساهمة في خدمة المسلمين.
لا يمنع المرأة ظروفها الصحية ولا ظروفها البدنية ولا حملها ولا رضاعتها ولا أي شيء يمنعها من أن تخدم الإسلام والمسلمين وأن تساهم مساهمة فعلية في ذلك. لا يمنعها سنها الصغير كما كانت عائشة ولا ضعف جسدها من المشاركة. لا يمنعها ظروفها الاجتماعية من زوجة أو أولاد أو أي شيء من المشاركة. تستطيع كل امرأة أن تشارك بقوة وبفاعلية مشاركة إيجابية في الإسلام وتأخذ القدوة من الصحابيات الكرام مثل أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس ورقيقة بنت صيفي وأم منيع وغيرهم كثير وكثير من نساء المسلمات الذين ساهمنا مساهمة فعلية وشاركنا مشاركة إيجابية جدا في بناء الحياة الإسلامية في المدينة المنورة وفي الهجرة وبعد الهجرة النبوية. الرسول قال شايلة همي حبها بيجري في دمي جرية لكن أم أيمن هي أمي بعد أمي لما هجرت للمدينة في الطريق من غير طعام لأجل ما تحصلنا بينا روحها شبعت من الصيام. الرسول الكريم بالنخيل بيرضيها كان على خلق عظيم لما تغضب بيداديها. الرسول ربي يزيده تشرب المية في ايده قال لعيشة ما تزعليش ربي أرحم من عبيد. يا مؤمنات ويا مؤمنين طهرة الروح والجسد تسقي كل